موجود في كل بيت ومحتاجين نفهم أبعاده إيه وتأثيره إيه على أطفالنا، وهي وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأطفال بشكل خاص. أنت عارفين حضراتكم طبعا إن وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها بتعتبر دلوقتي جزء كبير من حياة كل شخص، بحيث بيقضي الأشخاص عدد ساعات كتيرة جدا على الهواتف الخاصة بهم. ولكن استخدام السوشيال ميديا على الأطفال قد يكون له ضرر أكتر من الكبار بكتير طبعا، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. حيث ان الطفل بيكون في طور التكوين وبيتأثر بشكل كبير جدا بكل حاجة بيمر بيها وكل تجربة بتعدي عليه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والأمثلة كتيرة، والمشكلات اللي حصلت الفترة اللي فاتت كمان كانت كتيرة على الأطفال. فكان مهم إن يكون معانا النهاردة وتنورنا دكتورة فاطمة عربي حسن، دكتوراه في الإرشاد الأسري وتعديل السلوك بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف. أهلا بحضرتك يا دكتورة. اهلا بحضرتك. منورانا. ميرسي، ربنا يخليك. السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام وتأثيرها على الأطفال بشكل خاص ده محور كلام النهارده. يمكن الدراسات الفترة الأخيرة أظهرت إن الطفل بيتأثر جدا بوسائل التواصل الاجتماعي لأنه سهل التأثر بكل ما يمر به. فعايز تعليق حضرتك على الجزئية دي بشكل عام. والحقيقة أنا شايف الموضوع مهم وموضوع فيه جزء من الخطورة كمان، وإحنا محتاجين نوعي بيه الأمهات والآباء كمان. فاتفضلي يا فندم. يا ريت والله، ده حلقة جميلة جدا، وانا كنت بتمنى ان احنا نتكلم في الموضوع ده، لان الموضوع ده بسببه ده ناتج الكسور عند الاطفال. الفترة الموجودة دلوقتي احنا عندنا الاطفال عندها امراض كتير او اضطرابات كتير جدا بسبب استعمال الاجهزة الالكترونية الزايد عن اللزوم. وكمان ان الاهل نسيت غفلت عن حاجات كتير المفروض ان الطفل يتعلمها في الخمس سنين الاولى، وبقينا نستسهل ان احنا نديله الجهاز الالكتروني، وبالتالي الطفل فقد اللغة نتيجة استعمال الجهاز الإلكتروني. الطفل فقد الفهم والإدراك، وقصور عنده قصور في التواصل نتيجة استعمال الجهاز الإلكتروني. يعني احنا نتيجة استعمال الجهاز الإلكتروني خلينا الطفل من نورمال إلى أب نورمال، من طفل طبيعي المفروض إنه يكتسب المهارات والخبرات الحياتية اللي المفروض يتعلمها في الأول عشان يبقى عنده طلاقة لغوية وفهم واستيعاب واستجابة، ليه طفل ما عندوش استعداد للتعامل مع الآخرين ويكتفي بالتعامل مع الجهاز الإلكتروني. بل بالعكس، الحاجة الضارة الأكتر إن الأم تقولك إيه، أصل هو بيتعلم منه الحروف، أصل هو بيتعلم منه الكلمات، أصل هو بيتعلم منه اللغة. طب وانتي فين؟ يعني احنا للأسف عايزين نوظف دور كل الموجودين في المجتمع داخل الجهاز الإلكتروني، بس دمرنا الطفل. ياخد منه، تقصد حضرتك تقصد ان بعض الامهات بتقول ان هو بياخد منه المعلومات بتاعته او بيتعلم منه، لكن بيتعلم دي مش منه طريقه وده صحيحه يعني. ده طبعا غلط. احنا عندنا المهارات النمائية في أول 5 سنين من عمر الطفل، من عمر يوم لعمر 5 سنين و11 شهر و29 يوم، كده هو بيتعلم مهارات نمائية اللي هي الفهم والإدراك والذاكرة والتذكر. تمام. الطفل هنا لما بيجي ياخد الجهاز الإلكتروني احنا بنقضي على كل دول، بنقضي على استقبال المعلومة وفهم المعلومة وحفظ المعلومة واسترجاع المعلومة، كل ده احنا لغيناه باستعمال الجهاز الإلكتروني. تمام. ما عندوش طلاقة لغوية نتيجة استعمال الجهاز الإلكتروني، ما عندوش مفردات نتيجة استعمال الجهاز الإلكتروني. حتى الناس الكبيرة من كتر ما تستعمل الجهاز الإلكتروني ما يقدرش يقيم حوار، تحس ان هو بيتكلم عنده مشكلة، مش عارف يكمل الحوار للآخر، مش بيدور على المفردات بصعوبة عشان يقولها. لكن في الكتابة لا، سريع جدا، لان هنا هو بقى رغم العالم ان ده كان بتاعه كده. العكس في الاول يا دكتور، يعني الاول كانت الناس تعرف تتواصل مع بعض كويس جدا، وبنيجي نقول لهم طب اكتب الكلام ده، في ناس تعرفش ما تكتب تعرفش الكلام تكتب، ده. صحيح. دلوقتي الموضوع اتعكس تماما، بيكتبوا للأسف بسرعه جدا الشديد جدا، تيجي تناقش معاه في التليفون مش عارف يوصل المعلومه. مش عارف يوصل المعلومة، مش صحيح. عارف يكمل الجملة، مش اها. عارف يظبط الجملة. للأسف الشديد نتيجة استعمال الجهاز الإلكتروني، ضعف طيب، الذاكرة والتذكر نتيجة استعمال الجهاز مش عايز الإلكتروني. اروح للكبار دلوقتي، ان برضو موضوع تاني مهم، لكن خلينا في موضوع الاطفال لان ده انا شايفه ايه الاهم. الكبار هم عندهم ما يكفي من القدر اللي هو يقدر يحدد بيه اذا كنت اوقف دلوقتي استخدام الجهاز الالكتروني، ولا هو انا بقيت مدمن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا، ولا ايه. فخلينا مع الاطفال اكتر. هل الطفل ممكن يتعرض لصدمات نفسيه نتيجه رؤيه بعض المظاهر اللي بتدل على العنف، وده ممكن طبعا. يسبب له مشكلات تانية مختلفه؟ طبعا، وواجهنا ده في المجتمع فعلا لكذا حادث، كذا لعبة كان الأطفال بيلعبوها، وللأسف الأطفال جربوا نهاية اللعبة، وفي أطفال أهلها فقدتها بسبب ده. اه طبعا بيأثر بالعنف. كمان هقول لحضرتك على حاجة، عدم فهم الطفل لطريقة اللعب، لعدم انخراطه مع أقارنه واكتفائه أو وجوده وقت كبير على الجهاز الإلكتروني، خلى الطفل يعتقد أن بعض أفلام الكرتون اللي كلها ضرب حقيقيه. وعنف دي هي طريقة اللعب مع الآخرين. فلما يجي يروح المدرسة أو يروح الحضانة بيقلد اللي يقلد بيشوفه. نفس الطريقة، اه. فيقول لك ده الطفل عنيف. هو مش عنيف، هو ما بيعرفش يلعب. الطفل ما بيعرفش يلعب، الطفل بيجرب اللي بيشوفه في الكرتون مع زمايله على اساس ان هم دول كده بيلعبوا.
واحنا كمان نلعب بنفس الطريقه. في طفل يتقبل وطفل لا يتقبل، وبالتالي بيبقى في عنف، بيبقى في اصابات نتيجة الكلام ده. بيكتسب عنف، بيكتسب عنف من الجهاز الإلكتروني، بيكتسب ألفاظ غير لائقة من الجهاز الإلكتروني والحاجات. مفيش كنترول من الأهل على الحاجات اللي الأطفال بيشوفها. بيتفرج على كرتون، خليه يتفرج على كرتون، وفي كرتون إباحي كمان من ضمن الكرتون، فالمفروض يبقى في كنترول من الأهل على على طيب. الطفل بيشوف إيه. على الصعيد يا دكتور من الناحية التانية، ان الطفل في السن ما بين من 12 من سنتين عفوا حتى 15 سنة تقريبا، احنا المفروض ان هو بيحتاج لتنمية مهاراته الاجتماعية علشان التواصل مع الغير بشكل عام، زي الكلام المباشر، حركات الجسد، نظرات العين. الكلام ده المفروض يتعمل ازاي وامتى وفين تحديدا، في البيت ولا في المدرسة؟ وكمان يتعمل بكثافة علشان يواجه التضاد اللي حاصل او المضاد بتاعه اللي حاصل من السوشيال ميديا. المدرسة بتنمي، الحضانة بتطور، لكن الأساس في التعلم في البيت. البيت أنا بتعلم اللغة من البيت، بكتسب ثقتي بنفسي من البيت، بكتسب ثقتي بالآخرين في البيت، بقدر أقيم حوار مع اللي في البيت، وبالتالي بطلع الحضانة أو بطلع المدرسة ببتدي أطور اللي أنا اتعلمته، أكبر الشجرة. لكن لو الشجرة مش موجودة أصلا، أنا هطلع بره أعمل إيه؟ مش هيبقى في حاجة تنمى أو تطور. مش الأم مشغولة، الأب مشغول، إن جايبين للطفل عنده سنتين و3 سنين تليفون، ايباد، تابلت، معرفش ايه الحاجات الكتير اللي بيجيبوها للأطفال دي. من ضمن كمان رؤية الرفاهية الاجتماعية، انه لازم يبقى عنده زي ابن خالته وابن عمه وزميله ومش عارف ايه والكلام من ده، بدون ما نفكر ان ده بيقضي على مهاراته اللغوية، الطلاقة اللغوية، اكتساب اللغة، استخدام اللغة التعبيرية مش موجودة عند الأطفال. احنا عندنا دلوقتي الأطفال النورمال عدد كبير جدا منهم عنده مشكلات لغوية. بسبب ايه؟ بسبب عدم قدرته على استخدام اللغة. ان ماما كمان الطفل المدلل الاولاني في البيت في العيله كله بيدلعه، فبيجيب له كل حاجه، ما بتخليهوش يستعمل اللغه التعبيريه بتاعته. ماما مشغوله او ما فيش وقت، في اطفال، في كذا طفل في البيت ومتعددين الطلبات، فخد الجهاز الالكتروني عشان تسكت، وبالتالي ما عنديش لغه تعبيريه وما عنديش لغه حواريه مع الاخرين. هطلع للمجتمع اعمل ايه؟ ساكت. بل بالعكس، انا عايز الموبايل. يعني احنا بيوصل بينا الامر لبعض اولياء الامور تقول له اصل هو مش هيسكت الا لما ياخد الموبايل، هو اتعود على كده هو وما تعودش على العكس كده بالظبط. وبعدين بياخد ليفل اعلى، لو بصرخ عشان اخد الموبايل هرمي نفسي في الارض عشان اخد الموبايل. كل ما بتمنع كل ما الليفل بتاع السلوك بتاعي بيعلى. طب الموقف ده يترد عليه بايه لو الام عندها وعي انه ما ينفعش ياخد الموبايل دلوقتي؟ لو الام عندها وعي مش هتديهوله اصلا. ما هي لو هي مش هتديهوله عارفه، بس الموقف ده يترد عليه بايه؟ هو بيصرخ وبيعيط وبيرمي نفسه في الارض عشان الموبايل. هو دلوقتي عايز حاجه مضره ولا لا؟ طبعا ندي مثال، لو هو عايز يحط مسمار في فيشه الكهرباء هتسيبيه؟ لا مش بقول ان هي هتديهوله، لا حضرتك فهمت سؤالي غلط. مش بقول ان هي تديهوله، هي عندها وعي ان هي مش تديهوله، لكن ترد على تصرفه ده ازاي؟ ما انا بقول لك، لو احنا عندنا الطفل هيحط المسمار في فيشه الكهرباء هتديهوله؟ هتسيبيه يعمل ده؟ مش هتسيبه، لكن مش هتديله مهما إيه؟ صرخ او مهما كان شكل السلوك اللي الطفل هيتبعه، مش هديله استجابه، صح ولا لا؟ بالظبط نفس الكلام يعني ده مهما يعمل دماغه. ما نستجيبش اساسا. طبعا خليه مش تحاول تفهم طيب، او تحاول تقول ان لا، لا هو بيصرخ، هو مش سامعك، هو سامع نفسه فقط. هو الفكره كلها ان هو عنده عارف سقف ماما وبابا ايه. انا هصرخ هم هيتضايقوا، خد ده واسكت. تمام، وعملنا كده مرة واثنين وثلاثة، فانا عارف الاستجابة بتاعتي احصل عليها ازاي، وبالتالي هبتدي اضغط لحد ما تديني. لو هي بقى دلوقتي خلاص هي عايزة تحمي طفلها من الآفة دي، انا بسميها آفة اجتماعية، وخصوصا للأطفال. زي ما حضرتك قلت، الكبار عنده وعي يعمل ايه وما يعملش ايه. فاذا انا مش هضر طفلي بده، فلا، مرفوض. لما يخلص صريخ وعياط هيسكت، ابتدي افهم. بس الاصرار بقى بتاع ولي الامر. من ناحية تانية، الصدمات النفسية اللي ممكن الطفل بيتعرض لها، هل بتطارده طول حياته وتأثر عليه بعد كده وتفضل موجودة عنده في العقل في اللاوعي بتاعه ولا؟ طبعا احنا عصر المشكلات النفسية. احنا عصر دلوقتي عصر المشكلات النفسية. عصر المشكلات النفسية دي حاجات مكملة معانا حتى لو من حاجات يعني مثلا اقول لحضرتك على حاجة، زمان كان اسلوب التربية القديم اللي هو الضرب والتوجيه من خلال التعنيف والتوبيخ. تمام، طلعنا جيل عنده وعي وادراك وفهم وبنحترم الكبير والصغير. دلوقتي المشكلة النفسية عند الطفل، لو الام ضربت او عنفت او هانت، بتحصل مشكلات نفسية كبيرة جدا عند الطفل، وبيحتاج وقت كبير عشان يعالجها. المجتمع اتغير، اذا بيكمل بياخد المشكله النفسيه وبيطلع بيها ويفضل متذكرها، خصوصا البنات. تقولي لا ده ماما وانا عندي 3 سنين او 5 سنين عملت معايا كذا وعملت كذا وعملت كذا. للاسف الشديد، لان ولي الامر بيعبر عن غضبه
عنفه او تفاعله تجاه المشكله بطريقه معينه بدون ما يفهم الطفل انا عاقبتك ليه. تيجي تقول له ماما ضربتك ليه، تقول لك ما اعرفش، هي ضربتني عشان ما بتحبنيش. فبيفضل متعلق عنده بقى المشكله او الخلل هنا محتفظ بيه جواه، ان هو عمل معايا الفعل ده لان هو ما بيحبنيش، او عمل معايا الفعل ده لان هو ما بيحب اخويا اكتر مني، ويبتدي موجود جواه وبيكبر مع، طبعا بيعمل خلل نفسي، بيعمل ضعف في ثقه في النفس، ضعف في الشخصيه، بيخليه مقاد مش قائد، بيحتفظ بيه ويبتدي يجي يمارس نفس السلطه مع اللي هم اقل منه في القوه، ويمارس معاهم نفس الطريقه اللي كان بيتعامل بيها. اه طبعا احنا عندنا مشكلات نفسيه وصدمات بتفضل مع الاطفال وتاثر عليهم جدا. مخاطر السوشيال ميديا. مخاطر